أمير لاجئ اضطرته الحرب أن يغادر موطنه، فقد بعضا من أفراد أسرته وأصدقائه. يتعين على أمير أن يتدبر أموره في بيئة غير مألوفة له. على الرغم من أن أمير يقابل أناسا كثيرين، ما زال يخالجه الشعور بالوحدة، يفتقد لأسرته، يبحث عن الاسترخاء، ولا يريد سوى راحة البال، كما أنه يشعر بالملل أحيانا. لهذا احتسى الخمر بالأمس مع لاجئين آخرين لأول مرة في حياته. في صباح اليوم التالي كانت رأسه تؤلمه من شدة خفقانها، وبالكاد يتذكر ما حدث في اليوم السابق. لكن صديقه عمران أخبره كيف أنه أصبح عنيفا وكاد أن يدخل في مشاجرة، كما أنه قام بركل صندوق للقمامة من دون داع لذلك، بالإضافة إلى أنه بالكاد ما كان يقوى على السير باستقامة. كان ذلك خطيرا، فقد أوشكت سيارة على صدمه، حتى أنه في النهاية سقط في الوحل وسخر منه الجميع. صدم أمير مما سمعه. ليس من طباعه أن يتصرف هكذا، ففي الواقع هو شخص متزن، لكن الكحول غير من ذلك بشكل مؤقت. عمران أيضا كان يعرف السبب، فالكحول يدمر الخلايا الدماغية. صحيح أن تعاطيه بكميات صغيرة قد يجعل الإنسان منتشيا، لكن وبالأخص مع من لم يعتادوا تناوله، فإن هذه الكميات الصغيرة قد تؤدي إلى سلوك عدواني وغير محسوب. كما يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكحول على المدى البعيد إلى الإصابة بأمراض خطيرة. فر أمير إلى ألمانيا ليعيش ويعمل بأمان، ولا يريد أن يحطم ذلك باحتسائه للكحول. لهذا فقد قرر أن يكون أكثر حذرا في المستقبل. تجنبا لشعوره بالملل، ينوي أمير الانخراط في الأنشطة الترفيهية بصورة أكبر، وربما يقبل أيضا بعرض التحدث الذي قدمه له المشرف كريم. أما إذا واجهت أمير أي مشكلات أخرى مع الكحول، فيمكنه التوجه لطبيب طلبا للنصيحة، والذي بدوره سوف يعطيه عنوان أقرب مركز لاستشارات الإدمان.